السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم عندي في القناه. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي تمام الصحه والعافيه يا رب. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طون منزلي كيجي اقتصادي كيجي جديد غادي نحتاجوه بزاف دابا مع الدخول المدرسي لوليداتنا باش نوعوا لهم دي سالاد او دي ساندويش ولا فليبات. كنتمنى تبقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير باش تجربوه لوليداتكم اللي معنا وتهناو من الشريان ديالي. مرحبا بكم معايا. بالنسبه لي انا هنا درت 2 كيلو ديال الكبايله. بطبيعه الحال غادي نشدوها نغسلوها ونقيوها مزيان. غادي نحتاج الملحه ورقه سيدنا وغادي نحتاج دوائر ديال الحامض. هادو في المرحله الاولى اللي هي التفوار. صافي غادي نستفهم في الكسكات وحده. هنا بامكانكم قبل ما تستفوا سردين تحطوا دي غونديل ديال الحامض من التحت اولا تخليه حتى ديروا كلشي من فوق اللي بغيتو، اولا حاجه اخرى ديروا طبقه ديال السردين وديروا لي غونديل ديال الحامض والثومه وسيدنا موسى اللي قلنا غادي نديرو. سيرون غتخليو بحال اللي درت انا هنايا، حطيتهم من الفوق لا الحامض ولا سيدنا موسى. الملحه ما نكثروش لان باقي غادي نديرو في المرحله الثانيه ديال الطياب غنزيدوا مازال الملحه، نديرو غير القياس باش ما يطيبلناش من السوس وما يجيش زوين. وصافي غادي نسدو على البرمه اولا الكسكات غنسدو عليها بشي صينيه ولا شي غطايه ونحسبوا ليها ربع ساعه بالضبط. ما تفوتوش عليه الطياب لان مازال غادي نطيبوه كيف قلت لكم، وما نبغيوش يجي مفرتت بزاف وكله تشتت لنا وما تبقاش لا فورم هكا صحيحه كتبان لينا زوينه وكتشهي في الشوف هاد العين. صافي هنا من بعد ما تفورات كبايله دوزت 4 ساعات ديال الطياب حتى ل 20 دقيقه، ما تفوتوهاش او ماكسيموم. حنا غرضنا بها تبقى شويه شاده في راسها، غير بغينا الجلده ديالها تحيد لنا بسهوله. ومحيتاش غادي نعاودو نطيبوها الطيبه الثانيه داكشي علاش خصها تبقى شاده في راسها باش ما تهراش لنا ويجينا عاوتاني الطون كله مفرتت. نخليوه شويه شاد راسو حيت باقي تابعوا الطياب. صافي غادي نبدا بحال هكا، غادي نحيد هاد الورقات سيدنا موسى ودوك لي روندي اللي درنا د الحامض. وغادي نبدا نقي في الكبايله ديالنا هكا بشويه، نحاول بالاستعانه بالموس مكرطه، ومن الاحسن ظهر الموس باش ما نجروش الحيمات معاه. غادي نبقى مستمره بحال هكا، نحيد الجلده ديال الكبايله كامله اللي عندي حتى نكمل كميه الحوت اللي عندي كامله ونرجع لكم من بعد باش ما يطولش عليكم الفيديو وعليا في المونتاج. صافي هنا من بعد ما نقيت كبايله كامله وحيدت ليها السلسول، هانتوما كتشوفوا استفتها في الكوكو. غنزيد عليها العطريه اللي كتشوفوا قدامكم. غادي نحتاجوا 3 المعالق ديال الخل كبار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال القزبر يابس مطحون، 2 ورقات ديال سيدنا موسى، 2 دروس ديال الثومه كبار، وشويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون. بالنسبه للعبار انا هنا درت معلقه صغيره من كل حاجه بالحق ما عمراش، الا الملحه اللي ما درتش معلقه صغيره حيت درت في الاول، دابا غنزيد غير شويه. صافي غادي نخوي داك الخل اللي عندنا، الورقات ديالنا، الثومه. صافي وغادي ندير العطريه ديالنا كامله، قزبر يابس، الزعتر كان مطحون ولا ما مطحونش ماشي مشكل، اصلا في الاخر غادي نصفيو هذا الزيت من غيطيب فيه. الملحه، التحميره والكمون، وغادي نضيف لهم 2 كيسان ونص ديال زيت الروميه، زيت المائده، و4 كاس حتى نص كاس ديال الماء. صافي غادي نحرك شويه الكوكوط بحال هكا حتى يتلبس داك الحوت بديك العطريه كامله والزيت والماء والخل اللي درنا. اولا ديروا حاجه، شدوا واحد الزلافه وتخلطوا فيها هاد العناصر كامله، الزيت الخل الماء والعطريه، وخلطوها مزيان. وعاد حطوا دوك الورقات ديال سيدنا موسى والثومه وخويو الخليط كامل على الحوت هكا. غتجانس العناصر مزيان وغادي تجي حسن من بحال هكا. المهم كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نسد عليه الكوكوط. انا هنا ما كنسدش الكوكوط وما كنديرش الصفاره، كنتفادى ان الحوت يقدر يتفرتت الا دخلوا طياب بزاف. كيف ما كتعرفوا الحوت دغيا كيطيب، هي كنرد عليه هكا سميتو، كنحسب ليه الجهد اللي نلقى مره نطلع عليه بحال هكا. الجهد اللي نلقى داك الماء تبخر ما بقات غير الزويته بحال هكاك. صافي كنطفي عليه البوطه وكنخليه يبرد تماما، يبرد مزيان حتى تولي الكوكوط بارده والحوت كامل بارد. عاد نهز من الكوكوط وندير في القريعات اللي بغيت. علاش نخليوه حتى يبرد؟
حيت الا هزيناه وهو سخون غادي يتفرتت لينا، وحنا غرضنا هكا يبقى صاين، غير على ود تشوفوه ما حنا في الاخر فاش غنبغيو نخدموا به راه اكيد غادي نفرتوه الا بغينا نديروه في شلاضه ولا في ساندويتش ولا في اللي بغينا، غير في الاول هكا باش كيجي المنظر ديالو زوين في القريعه. وصدقوني الا قلت لكم هذوك الاعشاب مع العطريه اللي درنا كيجيو رائعين، واحد المزيج جد 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 مميز ولذيذ بزاف، ريحته كتحمق. كنتمنى تجربوه وتشاركوني تعاليقكم واقتراحاتكم، وإلا جربتوه وعجبكم ردوا عليا في التعاليق باش ندير معكم مازال واحد بالمطيشه، وهكا تبقاو تنوعوا، مره ديروا ديال الزيت مره ديال المطيشه، حتى هو كينفع بزاف في لي ساندويش. فكنتمنى ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم المحفزه، وكذلك تجربوه بالصحه والراحه مسبقا. انا بالنسبه لي هنا كيف ما كتلاحظوا راني درت بواطات، ما درتش قراعي. علاش؟ لانني مصاوبه بالحد في الليل، يعني غادي نحاول نكونسوميه في هاد السيمانه. اللي بغات تحتفظ به مده طويله ديروه في قريعات وتزير عليه مزيان، فغيبقى معاها حتى الشهر. غير هو ضروري ضروري يكون زيت مغطي الحوت كامل الا بغيتي يطول معاك، مي سينون ولا كانت الزيت ما واصلاش عليه من الاحسن تكونسوميه. انا هنا خرجوا لي هاد جوج بواطات ديال الدجاج، وشيت هنا في طبيصير باش غندير لوليداتي دابا ساندويتش في دابا يتعشاو به. كيخرج كميه بصراحه زوينه، كيطلع رخص من انك تشري حكيك. ما عرفتش كل واحد بشحال كيشريه، ولكن كيكون قليل وما كيكفاش وكيطلع غالي. فكنتمنى تجربوه من كل قلبي، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو مقبل ووصفه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم، خليت لكم الهنا والراحه.